صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. كما جبت معكم تشوفوا هذا، جبت لكم بريوش يوالم مسحور ساهل وما فيش مقادير مكلفه. انا قطعت معكم حبه. شوفوا البريوش تاعنا كيف جا خفيف وطري. نبداو على بركه الله البنات. الوصفه فيها 250 غرام تاع حليب يكون دافي. اذا عندكم كاس تاع 250 غرام قيسوا بالكاس، ولا عندكم هذا الطاس تاع الميكسور قيسوا به 250 غرام مليلتر تاع حليب، مع 4 مغارف سكر، مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، مش مقادير مكلفه كامل، مع مغرفه صغيره تاع قهوه خميره الحلوى. هنا خميره الحلوى. هنا خميره الحلوى عباره عن محسن، مع 4 مغارف تاع الزيت، 4 مغارف تاع السكر، ملعقه كبيره خميره الخبز، ملعقه صغيره خميره الحلوى، وحبه بيض كامله. نخلط مع الاول، نديرو كامل المقادير هنايا على ضربه، ما نخلوش الخليط يتفاعل معنا. ونزيدو الفارينه حوالي 500 غرام، مع لافاني. الى عندكم مبشر ليمون ديروا مبشر ليمون. انا ديما ننساه. اللي عجبته الوصفه تاعي وعجبته القناه تاعي معلي غير خلي لي داك الشام والكومونتير، واللي ماشي مابوني دير لي ابوني فضلا وليس امرا. نوض الصباح ولا غير درت البريوش هذا على 12 كذا وجد، يعني طيبته خليه قسم ما خليته خمر ريقته. انا الحوايج هذو تاع الخبز واللحم نديرهم الصباح باش نحهم ما نخلطهمش مع الفطور. دوكا نجوزو الفارينه حوالي 500 غرام، يعني حوالي 4 كيسان. تقدر تديلكم 4 كيسان سوا، تقدر تديلكم قل، تقدر تديلكم زياده. انا درت لي جمع كي 4 كيسان ونقولوا جمعه هكاك، مع الملح بيان سور ما نساواش الملح. انا ندير مع الاخر. نحصلوا على عجينه شاده روحها شويه، ماشي عجينه متلوقه كما نقول لكم. العجينه هذه تكون شاده روحها، خاطر كل وصفه العجينه تاعها كاين وصفه نديرو بريوش عجينه تاعها متلوقه. هذا لا تكون شاده روحها العجينه، ماشي شاده روحها تكون مدكسه يعني، لا عادي. دوك تشوفوا القوام تاعها يقطع لكم كميه ما شاء الله. انا نحب الحوايج هذو نطيبهم بالدار، مالغري الواحد يعيا، بصح هذاك هو الشهر تاع رمضان تخدمي الحوايج هذو، الخبز البريوش هذاك هو الشهر تاعهم ديجا اللي مرا 7 ايام قريب خلاص. ان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا. انا هنا نزيد الكاس الثالث على ما اظن. الفارينه تاعي انا راهي مغربله، نتوما الفارينه تاعكم ماشي مغربله غربلوها باش تجيكم خفيفه، يعني كي تهوى الفارينه تجي خفيفه. نزيدو غير بالعقل او تسحلي الكاس هذاك، معليش سهل خير ان شاء الله. صاري هذا هو المباشر، وهذا هو صاري في دار في كاع ما كاش واحد اللي ما يفياش. دوك نزيدو الكاس، دوك نزيدو جمار على ما اظن هذاك الكاس الرابع، نزيدو غير بشويه. ليسونسيال تحصلوا على عجينه شاده روحها. ومن بعد نزيدو لها مغرفه كبيره تاع لا مارغريت خلي البريس تاعنا تجي طريه. وقلت لكم كما قلت لكم يقطع لكم كميه ما شاء الله. يعني هنا دوك نجو ندخلوا لا مارغرين، يعني مارغرين نقدروا نقولوا مغرفه يعني معمره مليح. انا نستعمل هذه بالميرا هذه، ولا شريتها لا دانيير فوا عجبتني. اذا لقيتوها غير شروها يعني، ولا غير مليحه خدمت بها ليك، خدمت بها بزاف حوايج يعني. حنا لقيناها هنايا في عندنا في واحد السوبر ماركت هكا، 43 وقيله ولا ماني شافيها، يعني مليحه ولا غير مليحه. هنا دوكا نجو ندخلو لا مارغرين، منها راني ندخل لا مارغرين ومنها راني ندلك واحد دقيقه 2 دقائق قبل ما ندخل هذيك لا مارغرين. ماشي يعني تقولوا ندلكوها بزاف ولا لا. ملي اذا شتي من يديك 3 قرب من سيفانه مارغرين لي رشه تاع فارينه برك، عاوني يدك غير برشه خفيفه تاع فارينه. بيسك علاش حنا ماناش حابين العجينه تاعنا تجينا ثقيله ولا فهمتوا، باش البريوش تاعنا يجينا باسكو البريوش والخبز كي ديروا العجينه الطريه يجيكم النتيجه تاع البريوش تاعكم يجيكم طري وخفيف. نعاونوا روحنا في لاكوبات وقلت لكم وديروا شويه رشه تاع فارينه في يديكم. دوكا مازال ما تسقمش الوجه تحت، شوفوا الوجه تحت تسقم ولا مارغرين هذيك دخلت كامل وخلوها تخمر. انا الامانه هنا باش نكون معكم يعني صراحه خليته خمر لي النهار الاول كي خمر كسرت له الخمور، وبعد عاودت له كسرت له الخمور باش تجيكم نتيجه مليحه. دوكا نغطوه ونخلوه يخمر لنا. انا قلت لكم خمر لي 2 فوا، نتوما حبيتو خلوه خطره واحده خلوه خطره واحده.
هنا بعد ما خمر سي بور سا ما زيدش خليته لا دوزيام فوا خمر لي مليح باسكو المره الاولى خمر لي. راكم تشوفوا العجينه كيفاش دوك تشوفوا نقطع من العجينه تشوفوا الداخل كيفاش فيها ثقوب تعرف بلي العجينه تاعكم ناجحه. هنايا تحبوا توزنوا انا مانيش حابه نكسر راسي بزاف نوزن العجينه نقطعوها ندير عيني ميزاني. شوفوا شتو العجينه هنا تعرفوا بلي العجينه ناجحه ولا جا واحد البريوش خفيف وطري ما شاء الله. حنا نجيو نفاصونيوهم انا خرجوا لي هنا الامانه 12 حبه ماشي كبار بزاف وماشي صغار ملاح مويا يعني. نتوما تحبوا ديروهم دوائر تحبوا ديروهم كيما انا هكا اوفال تحبوا توزنوا اوزنوا. انا حشيتهم بشوكولاته الطلاء يعني من المستحسن تكون شوكولاته الطلاء يعني نوعيه مليحه ماشي هذيك اللي تخرج ولا تطلق الزيت. قلت لكم الكميه هذه قطعت 12 حبه تقدروا ديروهم هكا تصدقوا منهم تخبيوهم على باليش انا ديروا كونتيتي يعني عشان نوريكم العجينه باللي العجينه والله هايله. جربوا الوصفه وادعوا لي دعوه خير البنات. هنا نرشو غير شويه فارينه ماشي لي جامو نجيبو حلال. هنا ثاني كي تفتحوها ما تفتحوش رقيقه بزاف باسكو راح نحشوها بشوكولاته طالع كون نحشوها نفتحوها يعني رقيقه مليح نفتحوها رقيقه مليح تخرج الشوكولاته هذيك طالع نفتحوها ماشي خشينه بزاف وماشي رقيقه ليسونسيال تكون العجينه شاده يدها كما يقولوا. تحبوا ديرهم قلت لكم اول تحبوا ديرهم دائري تحبوا تقدروا ميم تقدروا تحشوهم بلا كونفيتور باش تكون نوعيه مليحه ماشي داك اللي يخرج ماشي هذاك. انا عندي هنايا ماكسون نديروه غير في الوسط ونغلقوا ليه ندير مجول خفيف. تحبوا ديروهم بشكل دائري ونعاودو نخليهم يخمروا بلا دوزيام فوا. قلت لكم انا نحب في رمضان الشهر هذا نخدم الحوايج هذو نخدم الخبز نخدم البريوش نخدم يعني الشهر هذا انا نحب ما لقينا عيايته بس هذاك والو الشهر كي تعياي وفقوني الراي. نجو نغلقو هنا لازم نضغطو مليح باش ما بعد ما تخرجنا الشوكولاته الطالعه هذه باش كتخمر لنا نضغطو مليح البنات تضغطو مليح باش ما تتفتح لكمش ونسقموهم بيان سور. هنا دوك نجو نسقموها تحبوا تدخلوا الاطراف هكا لداخل تحبوا تدخلوا هكا طبعا دوك تزيد تخمر نجيبوا بيان سور حبه بيض ديروها شويه قهوه ولا شويه لافاني ولا شويه حليب. تحبوا ديروا جنجلان انا درت شويه كاوكاو ايفيلي بعد كي يطيبوا نرش لهم شويه سكر كلاص. هاني قلت لكم كامل لي ديتاي زيد نفاصوني معكم حبه قلت لكم تقدروا ديروهم الشكل دائري. شوفوا العجينه تاعنا والله عجينه ما شاء الله هايله. قلت لكم ما ترقوهمش بزاف سورتو في الوسط ما ترقوش بزاف خلوا العجينه تاعكم شويه اخشينه باش كي ديروا الشوكولا ما تخرج لكمش كي طيب يعني كامل ديزاستيس باش ينجح لكم البريوش. انا قلت لكم قطعتي 12 حبه. زيد نذكركم اللي مازال لي الجام روحي ديروا هذاك الجام وخلي لي كومونتير شباب كيما نتوما وبارطاجيو لي القناه وبارطاجيو لي الفيديو تاعي البنات مع صحاباتكم مع العائله تاعكم لا غير راني نشقى التصوير والمونتاج ورمضان راكم تعرفوا الله المستعان. انا نغلقو مليح باش من بعد العجينه تاع قلت لكم الشوكولا هذيك ما تخرج لنا بيان نعاودو نخليهم يخمروا بورا دوزيام فوا. هذا هو البريوش لازم يخمر ونطيبوهم على 190 180 درجه في الرفل الوسطاني. بعد كي شوفوا طابوا لنا الحجم تاعهم ضاعف نعاودو نشعلو المسوقه يتحمروا. هاي الحبه دوزيام انا قلت لكم الكميه هذه خدمت لي 12 حبه. تحبوا توزنوا هنايا جبت حبه بيض كامله زدت لها شويه قهوه وما ندير شويه كوكو ايفيلي شويه جلجلان جلجلان شويه مش عندكم ديروا لهم من فوق تحبوا تخلوهم هكا من بعد كي تنحوهم ديروا لهم شويه سكر كلاص يعني التزيين تقدروا ديرهم خطوط بالشوكولاته طالع الشوكولا بعد كي طيبوا بيان سور. تقدروا ثاني اذا عندكم كريم باتيسيريه ثاني واجده تقدروا تحشوهم بلا كريم باتيسير تعمرهم بلا كريم باتيسير عادي جدا باش كي كريم باتيسير طيب نورمال. اما نجيب شويه ايفيلي ونخلوهم يزيدوا يخمروا بولا دوزيام فوا ودوك نشوفوا البريوش تاعنا في طبق التقديم. قلت لكم لازم نخلوهم يزاود يخمر بولا دوزيام فوا.
هو هاو البريوش تاعنا في طبق التقديم ولا خرجي الشهي. نقول لكم باي باي، صحة سحوركم.